هاي اخباركم ايه؟ معانا النهارده مشكله جديده. واحد اللي بعتها وعاوز حل، بس هي المشكله مستفزياني شويه. هنقراها مع بعض. بيقول مراتي زعلانه مني وغضبانه عند اهلها عشان اتخانقنا وهي علت صوتها عليا فضربتها، ويشهد ربنا ان هما كانوا قلمين خفاف وضربه بسيطه برجلي. ولما سابتني ولفت ظهرها وعاوزه تمشي من غير ما اكمل كلامي. لا، هي فعلا غلطانه. ازاي بعد كل ده تمشي وتسيبك يعني؟ لا، كانت تسيبك تخلص كلامك وتخلص ضرب، وبعد كده بقى عاوزة تغضب تغضب، عاوزة تقعد تقعد يعني. لا، هي فعلا ست غلطانة ووحشة، وكبرت الموضوع وبتتلكك. سبحان الله. فلما مشت انا مسألتش فيها اصلا، وراحت قعدت عند اهلها. بس اتفاجئت اللي هي رفعت عليا قضية طلاق. فخدت ابويا ورحنا لاهلها، وهما مش ممنعين، وباباها قال راضيها وخدها معاك، ولو وافقت مفيش مشكلة. واتكلمنا ورفضت ترجعلي، وعملت له بلوك في المكالمات والفيس والواتس. ورحت تاني لوحدي قابلتها وقالت لي سيبنا فقط. وبعدها بفترة برضه بتقول انا عاوزة اتطلق. وعند وعندنا كمان بنتين. حتى كلمت صاحبتها القريبة منها رفضت كلامها نهائي، وصاحبتها بلغتني وقالت لي انا مش هتدخل، لان انا مش هخسر صاحبتي وحل الموضوع كل بعض. وهي اخد البنتين، يعني هي عاوزة تيتمهم من أبوهم وأمهم وهم عايشين. بقى هي فعلا غلطانة، ويشهد ربنا اللي أنا مش عاوزة أوصل للطلاق. ولكن هي وأهلها مو مش محدش فيهم واقف جنبي ولا عاوز يحل. وبصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني أنت ضربتها وهنتها، أنت ليه مستغرب من اللي هي عملته؟ هو ليه انت مفكر ان لما الواحدة تتهان او تتضرب او واحد يمد ايده عليها اللي هي متجوزاه علشان تحس معاه بالامان، اللي هي تاخد الامور ده عادي؟ هتلاقيك من كتر ما انت اصلا متعود على الحاجات دي من صغرك عند اهلك، او شفتها في اي مكان تاني، اللي بالنسبة لك اللي لازم الست تستحمل كل اهانة علشان بيتها وعيالها. ما هي بني ادمة برضو. انت نفسك ترضى ان انت تاخد ألمين وشلط منها؟ تخيل نفسك كده لو انت خدتهم ايه اللي هتحس. اي واحدة جوزها بيمد ايده عليها بيعمل حواجز بينهم وبين بعض، هتفضل مش حاسة معاه بالامان. هيبقى حاسة ان هي ممكن يضربها في اي وقت لو اتكلمت. احنا ولا ديننا ولا اسلامنا ولا اخلاقنا علمتنا كده. وهي لما تبقى طالبة الطلاق هي من خوفها منك، لان انت ممكن تعملها مرة واتنين وتلاتة. وغير كده انت بتقول باباها مش واقف معاها. لا، باباها كلمك وقالك راضيها وخدها معاك، هو مقالش حاجة. مين بقى اللي اهلها اللي مش واقفين؟ انت اللي معرفتش تراضيها. انت اللي المفروض تحاول تتكلم معاها وتقنعها لغاية ما تحس معاك بالامان، وانت نفسك تتغير. لان اي راجل بيضرب مراته ده شخص ضعيف مش عارف يحل مشاكله، فبيتجه للضرب. هو ده رأيي، اللي انت لازم تحاول تتكلم معاها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تقتنع. وعلمك انت كمان عندك بنات عشان ما يخافوش منك. ومتابعين لو اي حد عنده رأي تاني او كلام تاني، هو كده كده متابع التعليقات وهيشوف اللي هيناسبه وهيعمل. يلا باي، مع مشكلة جديدة.